السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جايلكم بفيديو جديد. هعمل معاكم الكفتة الرز بربع كيلو لحمة. هعمل معاكم احلى كفتة رز. عمرها ما هتفك منك وطعمها تحفة حلوة قوي. انا معايا دلوقتي ربع كيلو من اللحمة، ومعايا ربع كيلو رز، ومعايا حزمة كزبرة صغيرة كده واخدة الورق بتاعها، وبصلاية، وقرن فلفلاية كده، ومعايا 3 فصوص توم. ودي البهارات بتاعتي ملح وفلفل وبهارات 7 بهارات، بصل بودرة وتوم بودرة، ونص معلقة من القرفة. تمام. اول حاجة بقى انا هعملها اني انا هضرب الرز دوت. انا ربع كيلو رز انا غسلاه ومصفياه وناشف خالص. تمام، غسلاه ومنشفاه. همسكه بقى في المطحنة واضربه لغاية ما ينعم معايا، علشان ما يخرصش في الكفتة. تمام. انا اضربه كده في المطحنه لغايه ما ينسحب معايا بالشكل ده كده، يبقى ناعم. وهبدا بقى ان انا هحطه في الكبه. وبقى عايزه الكفته ما تفكش منك، ما تحطيش بصل كتير ولا خضره كتير، عشان البصل الكتير هو اللي بيخلي الكفته بتاعتنا تفك. عودين من حزمه من البقدونس، حزمه صغيره يعني مش كبيره، يعني حاجه بسيطه كده. عودين يعني، وبصلايه صغيره. ما تحطيش بصل كتير، الكفتة اللي هتفك منك اكيد بصلها كتير وخضرتها. تمام. انا كده خلاص طحنت الرز. هحط بقى عليه الربع كيلو لحمة، وهبدأ بقى ان انا هضرب البصلاية بتاعتي في الكبة والفلفلاية. خلاص. وبكده بقى انا هضربهم في الكبة وثلاث فصوص توم، وهحط الخضرة برضو، بس هضرب دول الاول، وبعد كده هنزل بالخضرة اضربها معاهم في الكبة، واحطها بقى على اللحم. ريحتها جميلة وتحفة جدا. ريحتها اول ما حطيت الخضرة كده وضربتها مع بعضها كانت ريحتها جميلة جدا. انا عملتها في الكبة. لو المفرمة اللي هي اللي بالكهرباء دي جميلة جدا برضو. مش هتحتاج ان انت اصلا تطحني الرز في الكبة، لكن انا هعمل الكبة لان الكبة بتاعتي مش شديدة شوية، مش قوية يعني. فالرز ما كانش هينضرب معايا في الكبة بصراحة يعني. فانا عملته في المطحنة اللي احنا بنطحن فيها البهارات. وبكده بقى انا خلصت الخضرة بقى والبصل، هنزل بيها على اللحمة. هنزل بالخضرة بقى كده على اللحمة، وهبدأ ان انا هقلبهم واحط البهارات بقى زي ما انا قلت لكم: ملح وفلفل وبهار 7 بهارات، بصل بودرة وتوم بودرة، ونص معلقة اللهم صل على النبي، من القرفة. تمام. وهبدأ كده بقى ان انا اقلبهم مع بعض لغايه ما اقلب الخليط كله مع بعضه، علشان ارجع تاني اضربه في الكبه ينعم معايا. ومع اني برضو الرز، لان المطحنه بتاعتي ما مش بتفرم قوي، الرز برضك كان عايز يتطحن كمان شويه، بس مع اني كده حلو برضو يعني، مش وحش بصراحه، حلوه. وبربع كيلو لحمه عملتها في بيتك، مش محتاجه تروحي عند الجزار يعني. ولو المفرمه الكهرباء تبقى احلى واحلى. بكده بقى انا فرمتهم في الكبه عشان بس ما اخدش معاكم وقت. فرمتها وبعدين انا رجعت تاني اهو بعد ما ضربتها في الكبه. وبكده اهوت خلصت معايا. جميله جدا وريحتها تحفه، وملحها مظبوط وبهاراتها مظبوطه وحلوه جدا. البهارات دي بتخلي الكفته ريحتها حلو. وبكده بقى يا حبايبي الكفته بتاعتي خلصت معايا. بقى طبق فيه زيت كده، ومعايا صينيه، وهبدا ان انا هدهن ايدي من الزيت و... واصبع الكفتة لما تخلصيها ضرب في الكبة تسيبيها ترتاح. تمام. تسيبيها ترتاح علشان تعرفي تصبعيها وتبقى معاكي حلوة يعني، متبقاش لسه سخنة. خلاص انا سبتها هديت وبدأت ان انا اصبعها بقى بالشكل ده. حابة بقى تعمليها صوابع، تعمليها كور، هي حلوة جدا. بالنسبة بقى للحمة اللي انا عاملاها، هي لحمة كبيرة. هي هتكش معايا لانها هي لحمة كبيرة. لو هي لحمة صغيرة مش بتكش طبعا في الكفتة. واللحمة الجملي برضك حلوة جدا، ما بتخليش الكفتة تكش. انا عاملاها لحمة كبيرة او بربع كيلو لحمة، وعملت كفتة وفرحت اولادك. انا بقى اصبحها واوريكم بعد ما خلصتها.
وبكده بعد ما خلصتها ما شاء الله الربع كيلو عمل معايا كميه حلوه، غير اللي هو ايه التاكل يعني لان بنتي ما شاء الله بتحبها، بتحب كفتة الرز يعني، فانا ايه قلت منها شويه. خلاص انا كده خلاص بقى هبدأ ان انا معايا زيت غزير على النار، وهبدأ ان انا هحط الكفتة بتاعتي ان انا ايه هقليها. النار بتاعت ال الكفتة عشان تستوي منك ما تعليش النار عليها، تبقى بص انا بدأت اهدي النار، ولا نار واطية قوي ولا عالية قوي، متوسطة كده عشان تستوي من جوه، ما تبقاش متحروقة من بره ولسه عجينة من جوه. تمام. وبكده بقى الكفتة زي ما انتوا شايفينها كده حلوة جدا ومقرمشة وطعمها تحفة. فاكرين ايام زمان لما كنا بنستنى ايام الكفتة دي عشان ام ماما بتقليها كده ناخدها وراه ونقعد ناكل فيها؟ احنا طبعا بنحبها، بتبقى كده طالعة من النار، من على النار كده بتبقى سخنة، وبنحب ناكلها كده. يعني ساعات اكتر الاوقات ان انا مش بعملها في صلصة او كده، انا ساعات بنحمرها كده جنب بطاطس جنب اكل يعني، وبناكلها كده عادي بتبقى حلوة جدا. وبرضو ساعات بحمر المكرونة وبحطها في قلب المكرونة كده في قلب الشوربة، بتبقى حلوة برضو، قليل قوي لما احنا نحبها في الصلصة وكده. وبعدين الاطفال بقى بيحبوها وهي لسه طالعة من على النار. تعالوا بقى نشوف اوريكم شكلها مقرمشة من بره ومستوية من جوه وريحتها تحفة جميلة جدا. ولو انت وصلت في الفيديو لحد كده ما تنسيش تعملي اللايك ولو انت مشتركه اشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. بحبكم في الله احلى متابعين. دلوقتي خلاص الكفته بتاعتي خلصت، وزي ما قلت لكم الرز ما انفرمش معايا كويس، فهي كده ايه النقط اللي بره دي رز على فكره، وناشفه من بره ومقرمشه من جوه ومفتحتش معايا خالص، ولو حطيتيها في الصلصه برضك مش هتفتح معاكي. انا عملتها في مكرونه، المكرونه اللي هي بشوربه دي حلوه جدا مش وحشه. وبكده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.